لقاء كروي ورياضي لتكريم عميد جرحى الثورة الشبابية بمحافظة إب حلمي الوراثي. شهدت الصالة الرياضية بمدينة إب تكريما لدوره وتضحياته. يعني دشنا مثل هذه المرحلة لتكون استمرارا لمراحل قادمة للتدشين للمساعدة وللوقوف مع حلمي الوراثي، ونتمنى من الجهات المختصة مثلا بحكومة الوفاق الوطني أن تنظر إليه بنظرة إنسانية، فهم من صعدوا على أمثال هذه الشباب، فلذلك يجب أن يبادلوه الوفاء بالوفاء وأن يعالجوه سريعا قبل أن تستفيق حالته ويتكاثر فيه الألم. الجريح حلمي الوراثي أحد جرحى الثورة الشبابية، ويعاني شللا نصفيا نتيجة إعاقته برصاص قوات النظام السابق، وقد كان أحد لاعبي أندية المحافظة، وينتظر حلمي ومعه شباب الثورة بمحافظة إب سرعة نقله لدولة ألمانيا بحسب تقرير اللجنة الوزارية قبل نحو 8 أشهر. أشكر باور ميديا وأشكر الشباب الواعي على هذا التفاعل معي، وهي بالأصح هي رسالة نوصلها للمسؤولين اللي معهم جريح حلمي الوراثي ضحى موجود الوطن نفسي الوطن يحتاج علاج الخارج، فهذه رسالة نشوف رسالة لكم إن شاء الله. تكريمي الأصح عندما سافر الخارج ويرجع بالسلامة وأمشي على قدمي. اللقاء الكروي لمبادرة شباب واعي وإيديا جروب يأتي تأكيدا وتجسيدا لمكانة الجريح حلمي في الأوساط الشبابية والرياضية، وسط مطالبات واسعة لتحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولياتهما في رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى. هشام هادي لقناة سهيل، مدينة إب.